بيبدأ الفيلم بقوة من الجيش الأمريكي بتتحرك وسط الجبال في أفغانستان لحد ما بيوصلوا قافلة عسكرية فيها عربية عطلانة، وساعتها بينزل الجندي رقم 81 من عربيته وبيسأل مين الجندي الغبي المسؤول عن العطلة اللي حصل. فبيظهر قائد القافلة وبيقول له إن هو المسؤول، وساعتها بيتخانقوا مع بعض، ولكن بيتضح إن هما بيهزروا مع بعض، ده لأنهم إخوات وعلى إيديهم نفس الوشم. وبيبدأ الجندي رقم 81 يصلح عربية أخوه العطلانة، وساعتها أخوه بيكون متضايق لانهم اتخلوا عن حلمهم، وبيقول له ان مكانهم مش هنا ولكن مكانهم بين قوات الصاعقه وسط ميدان القتال. فالجندي 81 بيقول له ياخد زميله معاه بدلا منه، ولكن اخوه بيصمم ان هم لازم ينضموا لقوات الصاعقه. فبيفهموا الجندي 81 ان هم ما بقوش عيال عندهم 18 سنه، وان هم كبروا في السن ولياقتهم مش احسن حاجه. فبيتجاهل اخوه كلامه وبيترجاه ان هو ينضم معاه لقوات الصاعقه. واخيرا الجندي 81 بيقتنع بكلامه وبيوافق، وبعدها بيقول له ان هو خلاص صلح العربيه وبيسيبه وبيمشي من غير ما يودعوا بعض. وفجاه بيحصل عليهم هجوم بالقنابل والصواريخ، والهجوم ده بيكون عنيف جدا لدرجه ان العربيات كلها بتتدمر والجنود كلهم بيموتوا. وبعد لحظات بيفوق الجندي 81 وبيلاقي شظيه في رجله، فبيشيلها بسرعه وبيقوم يبص على المكان، وبيتصدم لما بيكتشف ان الجنود كلهم ماتوا. فبيجري بسرعه عشان يدور على اخوه لحد ما بيلاقيه واقع على الارض وغرقان في دمه. وبعد سنتين بيصحى الجندي 81 وبيكون قاعد مع زمايله في اتوبيس تبع الجيش، وبيظهر ان هو كان بيحلم باللي حصل ومش قادر ينساه. وبيبان وقتها ان الجندي 81 لسه بيعاني من اصابته اللي في رجله، لدرجه ان هو بياخد مسكنات عشان تخفف الالم. وبعدها بيوصلوا لقاعه التدريب قوات الصاعقه، وبيطلبوا منهم هناك ان هم يسيبوا كل حاجتهم الشخصيه زي الموبايلات والمحافظ، وبيتقال لهم ان ما بقاش ليهم اسامي حقيقيه وان هم هيتنادوا بارقام مخصصه ليهم. وبيبداوا يوزعوا ارقام مختلفه على كل جندي، ولما بيجي دور الجندي 81 بيفحصوا ملفه وبيستغربوا ان هو قدم في الدوره دي 4 مرات واترفض بسبب اصابته، ولكن المره دي اتقبل بشكل مفاجئ. فبيقرروا يدوله رقمه القديم اللي هو 81، وكمان بيعينوه قائد فريق نظرا لخبرته. ولكن الجندي 81 بيرفض يتعين قائد فريق، وبعدها بيتجمعوا كل المرشحين في ساحه العرض وبيقفوا قدام قائد القوات الخاصه، واللي بيعرفهم ان هم هيخضعوا لبرنامج تدريب لمده 8 اسابيع. وبيعرفوا كمان ان البرنامج ده هو اصعب برنامج تدريب في العالم، وده لان قدراتهم البدنيه والنفسيه هتتحط تحت اختبار صعب. وبيشجعهم ان هم يبذلوا اقصى جهدهم، ولكن بيفكرهم ان مجموعه قليله منهم هم اللي هيوصلوا لخط النهايه، وبعدها يشاركوا في مهمه محاكاه قتاليه لمده 24 ساعه. والمهمه دي معروفه باسم مسيره الموت، والوسيله الوحيده للنجاح في برنامج التدريب ده هو عبور خط النهايه. وهنا الجندي رقم 81 بيبص العزيمه واصرار على خط النهايه. وبعدها بيبدا الاسبوع الاول من التدريب، وبيكون التدريب قاسي لأبعد حد، والجنود بيعدوا من فوق الموانع وسط ظروف صعبة جدا. والأسبوع الثاني بتزيد صعوبة التدريبات، وده لأن الجنود بيجروا لمسافات أطول وبيغطسوا تحت المية. أما الأسبوع الثالث في جنود كتير بيبقى صعب عليهم الوضع، عشان كده بيتم استبعاد عدد كبير منهم. ولكن الجندي رقم 81 بيفضل مكمل في طريقه، وبيقدر يجتاز الاختبارات بمهارة عالية لدرجة إن هو بيكون الأول في سباق الجري، وده بيخلي زمايله يحسدوه على قوة تحمله. وبيستمر الجنود في الخضوع لتدريب مكثف، وبيتمرنوا على المهارات القتالية وعلى قدرة التحمل والقوة والصلابة الذهنية. ووسط كل ده بيثبت الجندي 81 ان هو افضل المرشحين، ومع ذلك بيفضل دايما منطوي على نفسه وما بيختلطش باي حد تاني من زمايله. ده غير ان كل ليلة بيفضل يتألم من اصابته، ولكنه بيتحامل على نفسه وبياخد المسكنات باستمرار. وبعدها بيجي يوم التدريب على الرماية، وقتها قائد التدريب بيسأل مين دخل معركة حقيقية، ولما بيسمع اجابات الجنود بيبدأ يسخر منهم، وده لان مفيش حد منهم شارك في مهمة بجد. لحد ما بيجي الدور على الجندي 81، وساعتها بيقول ان هو شارك في دعم فرقة من الجيش الامريكي في افغانستان. وهنا القائد وكل الجنود بيتصدموا، وده لانهم عارفين ايه اللي حصل للفرقة دي. واثناء العشاء الجنود بيتكلموا سوا على الجندي 81. واحد منهم بيقول ان الجندي 81 تم تكريمه ومنحه وسام النجمة الفضية، وده لان هو اثبت بطولة وشجاعة كبيرة اثناء المهمة. والاصعب من كده ان هو شال اخوه فوق كتفه ومشي بيه لمسافة 16 كيلو، ولكن للاسف اخوه مات بين ايديه. وهنا بيفهموا السبب اللي مخلي الجندي 81 يكون حزين وقاعد لوحده. وبعدها بيجي الاسبوع السادس والاختبارات لسه مستمرة وبقت اصعب جدا من الاول، وعدد الجنود المشاركين بيفضل يقل باستمرار. اما الجنود الباقيين فبيتمرنوا على عملية انزال بري ونقل المصابين اثناء المعركة. وساعتها الجندي 81 بيفتكر اللي حصل يوم الهجوم. وبعدها بيجي الاسبوع الثامن والاخير، وفي اليوم ده بيتم اختبار قدرة الجنود على التحمل. كل واحد فيهم بيشيل اوزان وبيمشي بيها تحت المية، ومع
ومع الوقت الجنود نفسهم بيتقطع وبيخرجوا من الميه واحد ورا التاني، وما بيفضلش غير الجندي 81. واثناء التدريب بيفتكر اليوم اللي شال فيه اخوه وفضل ماشي بيه لحد ما قرب يوصل للقاعده، وبيفتكر كمان ألمه وحزنه على موت اخوه. كل ده بيديله اصرار وتحمل، وده لان هو عاوز يوصل لخط النهايه ويكون واحد من جنود الصاعقه، وبكده هيكون حقق امنيه اخوه زي ما هو وعده قبل ما يموت. ولكن للاسف الجندي 81 بيتعب وبيغمى عليه تحت الميه، فالجنود بيشيلوه بسرعه وبيبداوا يفوقوه، واول ما بيسترد وعيه قائد التدريب بيقول له ان هو متهور ومجنون. وبعدها بيتم استدعاء الجندي 81 لمكتب القائد، وبيكون الجندي 81 قاعد مستني قدام المكتب وبيتفرج على التلفزيون، وساعتها الاخبار بتتكلم عن اكتشاف كويكب فضائي بيدور حوالين كوكب الارض، وبيظهر ان علماء وكالة ناسا محتارين في امر الكويكب ده لانه بدأ يتفكك لاجرام سماوية صغيرة، وبيخمنوا ان الكويكب ده مش كتلة واحدة وان هو بيتكون من مجموعة من الاجرام، وده السبب في ان الكويكب يتفكك لاجزاء بالشكل ده، وحاليا مفيش منه اي خطورة على كوكب الارض. وبعدها بيدخل الجندي 81 لمكتب القائد، وبيفاجئوا القائد بان هو والنائب بتاعه قرروا ان هو يسيب البرنامج التدريبي فورا، وبيتعصب الجندي 81 وما بيكونش عاجبه الكلام ده، وبيقول ان هو نجح في كل الاختبارات ومش عاوز يسيب البرنامج التدريبي. فبيفهموا القائد ان قوته الجسديه مفيش عليها اي اختلاف، ولكن القلق كله من قوته الذهنيه، لان هو دايما بيحلم بكوابيس طول الليل، وده معناه ان هو مش بينام كويس، ده غير ان هو بيقعد لوحده طول الوقت ومش بيتواصل مع حد من زمايله، والاكتر من كده ان هو رفض يكون قائد فريق، ودي كلها حاجات بتخليه مش هو مرشح المثالي لجندي الصاعقه. وبيكمل القائد كلامه وبيقول له ان هو معجب جدا بقدراته، وبيلفت نظره ان هو كان لازم ياخد اجازه ويرتاح بعد الهجوم اللي تعرض له، وكمان كان لازم يخضع لجلسات العلاج النفسي، وده عشان يتعالج من اثر ما بعد الصدمه. وللاسف الجندي 81 عمل عكس كده، واول ما خرج من المستشفى قدم في برنامج الصاعقه، ومع ان هو اترفض اكتر من مره ولكنه فضل يقدم في البرنامج لسنتين كاملين. وهنا القائد بيعرض عليه ان هو يمضي على استمارة انسحاب، وبيفهمه ان هو راعى ملف خدمته والافضل ان هو ينسحب بارادته بدل ما يتم طرده من البرنامج. وبالرغم من كده الا ان الجندي 81 بيرفض وبيطلب ان هو يكمل البرنامج لحد خط النهايه، فبيتعصب القائد وبيطلب منه يخرج من المكتب، ولكن بعدها القائد والنائب بتاعه بيقرروا يخلوه يكمل، وتاني يوم بيتم الاعلان عن اخر مجموعه هتكمل في البرنامج التدريبي. وقتها الجندي 81 مع عدد قليل من الجنود بيتاهلوا للتحدي الاخير، والتحدي ده بيكون محاكاه قتاليه اسمها مسيرة الموت. وبعدها بيتجمعوا كلهم قدام القائد وبيبدأ يشرح لهم التفاصيل، وبيقول ان مهمتهم هي انقاذ طيار وقع جوه ارض العدو، ولازم يرجعوا الطيار لقاعدتهم ويدمروا الطياره قبل ما تقع في ايد الاعداء. وبيتفاجئ الجندي 81 ان القائد بيعينه هو القائد للفريق، وبيبان وقتها نظرات التحدي اللي ما بينهم، ولكن الجندي 81 بيبص للقائد بتحدي وكانه بيوعده ان هو هينجح في المهمه مهما حصل. وساعتها القائد بيكمل كلامه وبيقول ان عبور خط النهايه هيكون الساعه 7 بالظبط، ولو الفريق اتعرض لكمين واتقبض عليهم فكده هتكون المهمه فشلت، ولو نجحوا في المهمه القائد هيسلمهم شارة قوات الصاعقه بنفسه. وبعدها كلهم بيركبوا الهليكوبتر وبينطلقوا في المهمه، وبعد شويه وقت بيوصلوا للموقع وبيتم انزال الجنود على فرقتين. وساعتها الجندي 81 بيتصرف بصفته قائد الفريق وبيقول لهم ان هو قدامهم 24 ساعه علشان ينجزوا المهمه، وبيتحركوا كلهم وسط الجبال عشان يدوروا على الطياره اللي هيدمروها. ولما بيجي الليل عليهم بيقرروا يستريحوا شويه في الغابه، ولكن وهم قاعدين بيشوفوا حاجه بتعدي من فوق منهم زي الصاروخ، فبيخمنوا ان ده من ضمن الكمائن اللي هيتعرضوا ليها اثناء المهمه، وبيقرروا ان هم يسيبوا مكانهم ويتحركوا. وتاني يوم بيلاقوا جسم غريب قدامهم فبيخمنوا ان هي دي الطياره اللي هيدمروها، فبيبدا الجندي 81 يحط خطه لتدمير الطياره وبيحدد لكل واحد فيهم يعمل ايه ويقف فين، ولكنه بيتفاجئ بعدها ان هم فقدوا الاشاره، وده لان البوصله وجهاز الاتصال اتعطلوا فجاه. ومع ذلك الجندي 81 بيؤمر بتدمير الطياره، فبيتحركوا بسرعه وبيجهزوا متفجرات علشان يفجروها. وفي اللحظه دي الجندي 81 بيلاحظ انعكاس للضوء في مكان معين، فبيسيبهم وبيروح عشان يستكشف المكان. وفي الوقت ده باقي الفريق بيبداوا يحطوا المتفجرات على الطياره، وبعد لحظات بيوصل الجندي 81 للمكان وبيلاقي الطياره اللي المفروض ان هم يفجروها، فبيفهم وقتها ان الفريق بيفجروا الطياره الغلط، فبيجري بسرعه عشان يحذرهم. وفي الوقت ده المتفجرات بتنفجر في الطياره الغريبه، ومع ذلك الطياره ما بتتاثرش بالتفجير نهائي، فجاه بتبدا تتحرك وبتتحول لآلة حرب ضخمه، وساعتها بتعمل مسح لكل الجنود اللي واقفين قدامها وهم ما بيكونوش فاهمين ايه اللي بيحصل. وفجاه آلة الحرب دي بتفتح عليهم النار وبتموتهم واحد ورا التاني. وهنا الجندي 81 بيرجع في الوقت المناسب وبينقذ واحد من الجنود من الموت،
في اخر لحظه، وبعدها كلهم بيهربوا وسط الغابه، والآلة بتكون مستمره في ضرب النار وبترمي عليهم متفجرات لحد ما بيقعوا من على منحدر عالي، وكتير منهم بيتصابوا بجروح خطيره. اما الجندي 81 فبيفتكر يوم الهجوم وهو بيبص لزمايله المصابين، ولكنه بيفوق من اللي هو فيه بسرعه وبيجري على واحد من زمايله وهو بيصرخ بسبب اصابته، وبيحط ايده على بقه عشان آلة الحرب ما تحددش مكانهم. وبعدها بياخدوا وبيساعدوا واحد زميلهم لان فرع الشجره اخترق جسمه، وبيقدروا يسحبوا جسمه من فرع الشجره بسرعه، ولكن حالته بتكون صعبه وبيموت بين ايديهم. وبعدها بيكتشفوا ان الجندي رقم 7 اتصاب في رجله، فبيشدوه ناحيه الجبل بسرعه. ساعتها الجندي 81 بيسأل على حجم الاضرار اللي حصلت، وبيعرف ان في عدد كبير منهم ماتوا، ده غير ان الجندي 111 مختفي وهو اللي معاه جهاز الاتصال. فبيسيبهم الجندي 81 وبيتسلق المنحدر عشان يوصل لجهاز الاتصال ويتواصل مع القاعده، لكنه بيتفاجئ ان الجندي 111 مات وجهاز الاتصال اتدمر. وقتها بيشوف الجندي 81 آلة الحرب وهي بتقتل جندي تاني في مكان بعيد، فبيرجع بسرعه لزمايله عشان يبلغهم ان جهاز الاتصال اتدمر وان آلة الحرب بتمسح المنطقه وبتدور عليهم، عشان كده لازم ينزلوا من فوق الجبل بسرعه. فبيربطوا نفسهم بالحبال وبينزلوا واحد ورا التاني، ولكن آلة الحرب بتوصل لمكانهم وبتقتل الجندي اللي بيكون ماسك الحبل للجندي رقم 7، فبيستخبوا كلهم تحت الجبل. وفي اللحظه دي آلة الحرب بتعمل مسح للمكان، والجندي 81 وباقي زمايله بيقدروا يتفادوا المسح الضوئي، ولكن للاسف المسح الضوئي بيرصد واحد منهم، فبتبدا آلة الحرب تضرب نار عليهم تاني، ولكنهم بيجروا منها باقصى سرعتهم. وبعد فترة بيقدروا يهربوا منها وبيقرروا ان هم يرتاحوا شوية. وفي الوقت ده الجندي 81 بيكتشف ان هم بقوا 6 جنود بس، فبيبدأ يعالج الجندي رقم 7 من اصابته، وساعتها ايده بتترعش جامد، ولكن الجندي رقم 7 بيمسك ايده وبيشجعه. واثناء علاج الجندي رقم 7 بيفقد الوعي من شدة الألم. وبعدها الجندي 81 بيشرح لزمايله ان هم فجروا الطيارة الغلط، وبيقول لهم ان الآلة اللي بتطاردهم عندها مجال مغناطيسي قوي، وده اللي بيأثر على البوصلة اللي معاهم، وبيطلب منهم يكملوا في طريقهم عشان يوصلوا لمكان التدريب، واللي بيكون موجود في قرية بعيدة عنهم ب 8 كيلو. فبيشيلوا الجندي رقم 7 بالنقالة وبيتحركوا ناحية القرية لحد ما بيوصلوا عند النهر، وهناك بيلاحظوا ان تيار المية قوي جدا ومفيش وسيلة لعبور النهر غير الحبال. فبيقرر الجندي 81 ان هو يعوم في النهر لحد ما يوصل للناحية التانية ويربط الحبل بنفسه، ومع ان ده بيكون خطر كبير على حياته، ولكنه بيعوم ضد التيار بكل قوته لحد ما بيوصل للناحية التانية وبيربط الحبل، وبيبداوا زمايله يستخدموا الحبل عشان يعدوا من فوق النهر. وقتها الجندي رقم 15 بياخدوا الجندي رقم 7 علشان يعدي بيه للناحيه الثانيه، ولكن خطاف النقاله بيتعلق في الحبل، وبيحاول الجندي رقم 15 يحرر الخطاف ولكن من غير فايده، ولكن بيضطروا زمايله كلهم يقربوا منه عشان يساعدوه. ولكن للاسف آلة الحرب بتوصل لمكانهم وبتضرب عليهم نار وبيقعوا كلهم في النهر. وهنا الآلة بترصد الجندي رقم 81 ولكنه بيتفادى كل ضرباتها وبيستمر في النزول مع تيار الميه لحد ما بيوصل لزمايله، وبيتفاجئوا وقتها ان قدامهم شلال عالي جدا وبيقعوا كلهم من فوق الشلال واحد ورا التاني. وفي اللحظه دي الجندي رقم 81 بيمسك في نقاله الجندي رقم 7 بكل قوته، وده عشان تيار الميه ما يسحبوش بعيد عنهم، ولكن للاسف الجندي 81 بيغمى عليه تحت الميه، ولحسن الحظ ان زمايله بيشدوه وبيطلعوه من النهر. وبعد شويه وقت بيفوق الجندي 81 وبيلاقي نفسه لسه ماسك في نقاله زميله، وزمايله بيشكروه لان هو انقذ زميله من الموت. وهنا بيكتشفوا الجندي 81 ان في واحد من زمايلهم انضم ليهم، وبيعرف ان زميلهم ده كان هربان من آلة الحرب وسط الجبال. وقتها كلهم بيسمعوا صوت آلة الحرب بتقرب وبيتحركوا بسرعه عشان يوصلوا للقريه، واثناء ما هم ماشيين بيلاقوا فخاخ محطوطه عشان تكون كمان ليهم اثناء المهمه، وده معناه ان هم قربوا من مكان التدريب. ولكن للاسف لما بيوصلوا للمكان بيلاقوه كله اتدمر، وبيستنتجوا ان آلة الحرب هي اللي ورا كل ده. في اللحظه دي الجندي 81 بيلاحظ ان آلة الحرب قسمت الجبل نصين. وقتها بيفهموا ان الآلة دي من خارج كوكب الارض، وبيفتكروا الكلام اللي كان بيتقال في الاخبار عن الجسم الغريب اللي كان بيدور حوالين الكوكب. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت من تحت الانقاض، فبيرفعوا الانقاض بسرعه وبيلاقوا واحد من قاده التدريب هو ده اللي كان بيقوم بدور الطيار اللي كان هيتم انقاذه، وبيكون القائد ده مصاب اصابات خطيره وبيموت وقتها. فهنا الجندي 81 بيطلب منهم يكملوا في طريقهم، ولكن الجندي رقم 15 بيقول له ان هم محتاجين دقيقه مع الراجل اللي مات، فبيطلب منه الجندي 81 ان هو يتماسك اكتر، ولكن الجندي رقم 15 بيقول له ان هو مش بطل زيه لانه مش هيقدر ياخد
بياخد جثة القائد اللي مات ويرجع بيها للقاعدة، وده زي ما هو عمل مع اخوه وقت الهجوم عليهم. فبيتعصب الجندي 81 وبيقول له ان هو ما قدرش يوصل باخوه للقاعدة، وان هو فقد وعيه على بعد 100 متر واخوه كان لسه عايش في الوقت ده، وبيبدا يلوم نفسه على موت اخوه وبيقول له ان هو ما يستحقش الاوسمه اللي خدها. فبيتعاطف مع الجندي رقم 15 لما بيعرف الحقيقه واعصابه بتهدى، ولكن الجندي 81 بيتجاهل الموضوع وبيطلب منهم يشغلوا المدرعه اللي قدامهم عشان يرجعوا للقريه. فبيتجمعوا كلهم وبيشدوا المدرعه وبيحرقوها من مكانها، ووقتها بيركبوها وبيستعدوا عشان يمشوا ناحيه قاعده. وفي اللحظه دي آلة الحرب بتظهر من وراهم وبيقرروا ان هم يضربوا عليها نار، ولكن بيكتشفوا ان المدرعه مفيش فيها ذخيره. فبيخرج الجندي رقم 15 وبيجري بسرعه عشان يجيب ذخيره ويرجع لزمايله، ولكن وهو راجع آلة الحرب بتضربه بالنار وبتموته، ولكنه بيكون قدر يرمي الذخيره لزمايله قبل ما يموت. فبسرعه الجندي 81 بيعمروا مدفع مدرعه وبيضربوا نار على آلة الحرب، ولكن الرصاص ما بيأثرش في آلة الحرب وبتحصل بينهم مطارده عنيفه وسط الجبال، وآلة الحرب بتضرب نار عليهم بغزاره لحد ما المدرعه بتخرج على الطريق وبتنزل من فوق منحدر عالي. ولكن الجندي 81 هو وزمايله بيكافحوا بشده عشان يسيطروا عليها، وبعد مرور شويه وقت بيلاحظوا ان آلة الحرب ما بقتش وراهم وبيفرحوا وبيحتفلوا وبيفكروا ان هم هربوا منها. وفجأة بيلاقوا آلة الحرب قدامهم وبتضرب نار على المدرعة، وبيتفاجئ الجندي 81 ان زمايله بيموتوا واحد ورا التاني. فبيمسك الجندي 81 البندقية وبيضرب قذيفة على الجبل، فبتقع كمية من الصخور على آلة الحرب وبتعطلها، ومع ذلك آلة الحرب بتدمر المدرعة وبتفجرها، والجندي 81 بيغمى عليه. وبعد لحظات الجندي 81 بيفوق وبيشوف زمايله محروقين ومرميين على الارض، وبيتسلق الصخور عشان يشوف آلة الحرب اتدمرت ولا لا، ولكن بيكتشف ان جزء منها بس هو اللي وقع، وان آلة الحرب رجعت تشتغل تاني وبتتواصل مع حد مجهول من خلال الغلاف الجوي. في الوقت ده بيلاحظ ان الجندي رقم 7 قريب منه، فبيروح له بسرعه وبيكتشف ان هو لسه عايش. وفي الوقت ده آلة الحرب بتبدا تمسح المكان تاني، فبيشيل الجندي 81 زميله وبيمشي بيه تحت المطر وبيحاول يتسلق منحدر عالي، ولكنه بيفشل وبيحاول اكتر من مره لحد ما بيتعب وبينام على الارض جنب الجندي رقم 7. وهنا الجندي رقم 7 بيفوق وبيقول له ان هو كان يعرف اخوه كويس، وبيقول له كمان ان اخوه كان دايما بيتكلم عنه. فبيضايق الجندي رقم 81 لانه بيكون حاسس ان هو غزل اخوه، وعشان كده هو كان عاوز يوصل لخط النهايه ويلتحق بقوات الصاعقه. فبيفهمه الجندي رقم 7 ان اخوه لو كان عايش كان زمانه هيكون فخور بيه، لان اللي هو عمله بيأكد على ان هو جندي صاعقه من الطراز الاول، والدليل ان هو لسه مكمل في المهمه على الرغم من كل المخاطر اللي هم بيتعرضوا لها. واثناء ما هم بيتكلموا بيلاحظ الجندي 81 ان في موقع بناء قريب منهم، وفي نفس الوقت بيسمع صوت آلة الحرب بتقرب وبتجيله فكره ذكيه وبيقرر ينفذها، وبيطلب من الجندي رقم 7 ان هو يستناه لحد ما يرجع، وبيسيبه وبيدخل لموقع البناء وبيلاقي الودر قدامه، وبعدها بيروح على المخزن وبيلاقي متفجرات كتير. فبيروح بسرعه على غرفه التحكم وبيشغل قصاره الصخور وبينور كل انوار المواقع عشان يجذب انتباه آلة الحرب. وفي اللحظه دي بتكون آلة الحرب قربت من مكان الجندي رقم 7، وساعتها بيضرب الجندي 81 طلقه من مسدس الاشاره في الهواء. واول ما آلة الحرب بتشوف الطلقه بتروح على موقع البناء، ولما بتقرب من الموقع المفجرات بتنفجر تحتها وبتقع جوه الموقع. وساعتها بيوصل الجندي 81 باللودر وبيزق آلة الحرب ناحيه كساره الصخور، وده عشان يخلي الصخور تنزل جوه فتحه التهويه وتعطلها. ومع ان آلة الحرب بتقاوم بكل قوتها الا ان الجندي 81 بيسيطر عليها تماما لحد ما الصخور بتسد فتحه التهويه، وساعتها بتدمر آلة الحرب وبتنفجر، ولكن بيخرج منها عدد كبير جدا من القنابل. وبيجري الجندي 81 بسرعه قبل ما القنابل دي تنفجر، وبعدها بتنفجر القنابل وبيحصل انفجار ضخم جدا في المكان كله. وتاني يوم بيرجع الجندي 81 للقاعده وبيكون شايل الجندي رقم 7 على كتفه لحد ما بيوصل لخط النهايه. وهنا بيجي القائد وبيشكر الجندي 81 على اللي هو عمله وبيعتذر له عشان ما قدروش يبعتوا قوات دعم ليه ولزمايله، وده لانهم اتفاجئوا بهجوم آلات الحرب عليهم. وبيقول له ان هم بيتعرضوا لغزو فضائي، وبعدها بيتم الكشف الطبي على الجندي 81. وفي الاثناء دي بيسمع نشرات الاخبار وبيتم الاعلان ان الكويكب اللي هم اكتشفوه هو السبب في الكارثه اللي حصلت، لان خرجت منه الاف الكبسولات واخترقت المجال الجوي لكوكب الارض. والكبسولات دي اتحولت لآلات حرب وهاجمت المواقع العسكريه والمدنيه في كل انحاء العالم، ولكن كل جيوش العالم قدروا يتصدوا للموجه الاولى من الهجوم. وللاسف التصوير الفضائي اثبت ان في موجه تانية من آلات الحرب في الطريق لكوكب الارض، وعشان
كده كل دول العالم اتفقوا على بروتوكول مشترك، وان قوات كل الجيوش بيتحدوا ويستعدوا تصد الهجوم في الجو والبر والبحر. وبعدها بيتم استدعاء الجندي 81 عند قائد القوات، وبيسأله هو ازاي قدر يدمر آلة الحرب من غير ما يكون معاه سلاح. فبيقول له ان آلة الحرب ليها نقطة ضعف، وان نقطة الضعف دي هي فتحة التهوية، وان هم لو قدروا يسدوا فتحة التهوية هيدمروها. وهنا قائد القوات بيعين الجندي 81 قائد القوات الصاعقة اللي هتشارك في الحرب، وبيقول له ان الجنود عارفين باللي هو عمله، وبيقول له كمان ان هو بقى اسطوره بالنسبه لهم. فبيقف الجندي 81 قدام الجنود وبيبدا يشجعهم عشان يدافعوا عن كوكب الارض ضد الاعداء. وقتها الجنود كلهم بيتحمسوا وبيروحوا وراه عشان يركبوا الطيارات، وبينطلقوا في مهمتهم عن الدفاع عن كوكب الارض. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد.